يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، ونقدر نساعدك في اختيار شريكة العمر المناسبة ليك او شريك العمر المناسب لحضرتك. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نساعد اكبر عدد من الناس ونساعد الناس كلها. وفي نفس الوقت حضراتكم دعمكم دوت هيخلينا ان احنا نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا علشان نقدر نساعد كل الناس. علشان ما اطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهارده ونخش في التفاصيل. معانا عرض اليوم لمدام مطلقة بترغب في الزواج والاستقرار مع شخص محترم وملتزم ومصلي يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سند ليها. كود العروسة هو 394. زي ما احنا قلنا لمدام مطلقة، مؤهل فوق المتوسط، بتعمل في وظيفة محترمة ولها دخل ثابت، وتقيم في منزل الأهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق. ولديها أولاد يقيموا معها في منزل الأهل، ووالدهم متكفل بجميع مصاريفهم ونفقاتهم الشخصية. الأولاد في مرحلة الدراسة الابتدائية. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها، يعني يا ريت اللي تواصل معانا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة كفر الشيخ، السن 38 سنة. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط بيه، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد من عروضنا. وبحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم بإذن الله. برجو مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان تتواصل معنا ببياناتك الشخصية لعرضها عليها، وربنا يقدم الخير للجميع. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون راجل محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي وعارف ربنا، يكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت، يكون قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير، في أوائل الأربعينات أو منتصف الأربعينات، مش أكبر من كده أو أصغر من كده. ويكون لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله. ولو هو مش من بلدها يكون من بلد قريبة من بلدها، وده من أهم شروطها. وربنا يقدم لها الخير بإذن الله ويرزقها بالشخص المناسب ليها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة. يا ريت يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع ليها بإذن الله ويرزقها بالزوج المناسب. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم، ودمتم في صحة وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تحية